نبدأ من كأس العالم لكرة القدم. المغرب تصنع ملحمة تاريخية اليوم بتصدرها المجموعة السادسة والتأهل إلى دور ال16 لكأس العالم. كأول هذه المجموعة تصدرت المجموعة بعد فوز على كندا بهدفين مقابل هدف. حكيم زياش افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، وأحرز نايف إكراد الهدف بالخطأ في مرماه ليصبح هدف كندا الوحيد. حكيم زياش أصبح أول من يسجل ويصنع هدفا لمنتخب المغرب بعد مصطفى حجي وعبد الجليل هدة في 98، يعني ثالث مغربي بيسجل ويصنع هدف في مباراة في كأس العالم. أصبح كمان أو أسرع عربي يسجل في تاريخ كأس العالم. الهدف جه تقريبا في الدقيقة 33 ثانية، أقل من 4 دقائق، كما أنه الهدف الأبعد من مسافة بعيدة من مسافة 30 متر و6 من 10 سنتي. اختير أشرف حكيمي رجلا للمباراة. يوسف النصيري كمان عنده إنجاز تاريخي غير مسبوق النهاردة، أصبح أول لاعب مغربي يهز الشباك في نسختين متتاليتين من كأس العالم لكرة القدم. سجل أمام روسيا في 2018. المنتخب المغربي أصبح أول منتخب أفريقي يجمع 7 نقاط في الدور الأول بتعادل أمام كرواتيا في الجولة الأولى، فوز على بلجيكا في الجولة الثانية 2-0، وفوز على كندا في الجولة الثالثة 2-1. يعني تعادل مع كرواتيا وصيف بطل كأس العالم أو وصيف النسخة الماضية من كأس العالم لكرة القدم، وأيضا فاز على وصيف التصنيف العالمي للمنتخبات في كرة القدم. مبروك للمغرب، سعيدنا جدا بالفوز ده على يعني المستوى العربي. احنا كلنا فرحانين وفخورين بهذا المنتخب اللي قدم أداء ولا أروع، وإن شاء الله يكملها في الأدوار المقبلة ويتقدم إلى أبعد مسافة ممكنة. المغرب صعد كأول هذه المجموعة، وصعد معه المنتخب الكرواتي اللي تعادل النهاردة مع المنتخب البلجيكي 0-0 عشان تصعد كرواتيا مع المغرب كثاني هذه المجموعة. لوكا مودريتش تم اختياره رجل المباراة، والترتيب بختام الجولة الثالثة من الدور الأول بالنسبة للمجموعة السادسة: المغرب في المركز الأول ب7 نقاط، كرواتيا الثاني ب5 نقاط، بلجيكا ثالثا ب4 نقاط، وكندا رابعا دون رصيد من النقاط. بكده هيتقابل المنتخب المغربي يوم الثلاثاء 6 ديسمبر مع تاني المجموعة الخامسة اللي حسم النهاردة، وأصبح المنتخب الإسباني مواجهة طبعا صعبة في دور ال16، لكن كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله. وهروح سريعا بقى للمونديال، مش هقف كتير عند الدوري المصري لأنه النهاردة في إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي بتأهل لدور ال16 كأول المجموعة السادسة، وهو أول منتخب أفريقي يجمع 7 نقاط في الدور الأول. صحيح، يمكن منتخب المغرب، يمكن الوطن العربي كله النهارده فرح لمنتخب المغرب، وواضح من بدايه المونديال ان المنتخب قوي. المنتخب المغربي فيه عناصر كبيره جدا وكويسه. نعم. المنتخب ما تاثرش بتغيير وحيد خليل زيتش المدرب اللي كان ماسك المنتخب يمكن قبل وليد الرجراجي. يمكن وليد الرجراجي سنه صغير، لكن وحيد خليل زيتش يمكن كان فيه تعنت شويه من بعض نجوم المنتخب المغربي وما كانش بيستدعيهم خالص، من ضمنهم طبعا النجم حكيم زياش واكتر من لاعب كمان. فيمكن ده برضه عمل ربكه شويه في الاتحاد المغربي، غيروا على طول وحيد خليل زيتش. ما حسيناش بالتغيير. انت عارفه بعد اي مدرب بيجي وخصوصا في المنتخبات بتحس ان في دروب عبال ما اللعيبه تاخد على المدرب والمدرب ياخد عليهم، وده دليل ان وليد الرجراجي من المدربين الكويسين جدا. شفناه خد افريقيا مع الوداد، يمكن كان اخر فريق ماسكه الوداد قبل ما يتولى المنتخب المغربي. انا شايف مكسب كبير جدا للكره المغربيه. يعني وليد الرجراجي من المدربين الصغير في
السن النهارده بيحقق يعني طموح كبير جدا للوطن العربي كله من قبلها، وكان ماشي كويس جدا مع الوداد. يمكن كان شفته عن قرب، يعني كان عندنا مباراه وانا مدير كره في النادي المصري، كنا بنلعب نهضه بركان وكنا قاعدين في نفس الاوتيل اللي قاعد فيه الوداد، وده كان بيلعب مباراه في البطوله الافريقيه. نعم. فدايما كنت ننزل الريسبشن تحس ان انا كنت دايما احس ان وليد الرجراوي ما اعتزلش، كنت دايما بحس احنا قعدنا حوالي 3 4 ايام في نفس الاوتيل مع فريق الوداد، فكل يوم اشوفه قاعد في الريسبشن مع اللعيبه، قريب من اللعيبه جدا، ما تحسش ان هو صحيح. في فجوه كبيره ما بينه وما بين اللعيبه. هي دي العقليه اللي احنا بنتكلم عنها، ان المدرب يكون صغير في السن طموحه عالي، وفي نفس الوقت هيقدر ينقل احساس وشعور سواء جماهير النادي او جماهير المنتخب للعيبه، وهتبقى اقرب ليهم مما يكون في مدرب كبير. في مدربين كبار في السن ناجحين، لكن ده اللي احنا بنتمناه بقى، نشوف ان عقليه المدرب تبقى قريبه او تعرف يعني تنسجم مع عقليه اللاعب في نفس الوقت. صحيح، وده اللي شفناه. يمكن هو المدرب الوحيد في الوطن العربي كله من كل المنتخبات هو اللي صعد بفرقته. نعم. او بمنتخب يعني. صحيح. برضو في ارقام قياسيه النهارده في فوز المغرب على كندا في ختام الدور الاول 2-1. زياش أصبح ثالث مغربي يسجل ويصنع في مباراة واحدة لكأس العالم بعد حجي وعبد الجليل هدى في 98. حكيم زياش من اللعيبه كويسه، يمكن احنا اتكلمنا في الاول ان وحيد خليل زيتش كان في تعنت منه ما كانش بيجيبه خالص. نعم. فاضافه كبيره جدا لمنتخب المغرب. النهارده المنتخب المغربي بيصعد اول على حساب منتخبات قويه جدا زي كرواتيا ابطال عالم، والنهارده بلجيكا من اقوى المنتخبات في العالم. يعني تاني كاس العالم اللي فات وتاني التصنيف. صحيح. فالنهارده ما يبقى هو اول، فيعني بصراحه حاجه تشرف الوطن العربي كله، ونتمنى ان هم يوصلوا ابعد الحدود. يمكن كمان صحيح. هيقابلوا في الادوار اللي جايه، يعني هيقابلوا منتخب اسبانيا. مباراه صعبه. مباراه صعبه. هو كان اسبانيا كانت المانيا، لكن بعد خروج المانيا هنتكلم طبعا عن الماتشات دلوقتي، يعني نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده برضو حكيم زياش لازم نشيد بالهدف الاول الرائع اللي على مستوى من الذكاء والحنكه والحرفيه، واللي حاسس بالملعب وابعاد الملعب وحاسس المنافسين فين وواقفين فين. فبرضو مش اي لاعب بيعمل جول او يسجل جول كده يا كابتن. هو ده الطبيعي من حكيم زياش، يعني احنا مش عايزين نقف عنده كتير، لكن هو ده الطبيعي منه. النهارده اما بيطلع، لما بنتكلم عن محمد صلاح، احنا بنستنى من محمد صلاح كتير جدا ان هو يضيف للمنتخب، لانه خلاص عنده احتكاكات باقوى الدوريات في العالم. نفس الكلام على صلاح، نفس الكلام على حكيم زياش، نفس الكلام على اي لاعب عربي بيحترف بره. النهارده انت لما بتحترف بره انت بتبقى سابق اللعيبه المحليه، سابقهم بايه؟ بالخبرات اللي انت بتكتسبها، بالاحتكاك القوي اللي انت بتشوفه في اوروبا. فده اللي بنشوفه من حكيم زياش في المونديال، وده المتوقع منه، وان شاء الله يفضل مكمل على كده هو وزمايله يعني. نعم. يوسف النصيري كمان عمل انجاز تاريخي النهارده، اول لعيب بيسجل في نسختين، اول لعيب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين لكأس العالم لكرة القدم. ده صحيح. نعم. وخلي بالك المكسب هيظهر كل الايجابيات اللي احنا بنتكلم عنها ده، يعني بنشوف النهارده في ارقام قياسيه بتضاف لمنتخب المغرب، لعيبه المغرب ان شاء الله يكملوا بالمكاسب دي، وفي ارقام ثانيه هتضاف لهم كتيره جدا يعني. صحيح. المغرب كان احسن اداء للمنتخبات العربيه في 2018، هل المغرب هو احسن اداء للمنتخبات العربيه في 2022؟ طبعا يعني كفايه ان هو بيصعد ومعاه كرواتيا ومعاه بلجيكا وبيصعد على اول المجموعه. شايف برضو المنتخب السعودي رغم خروجه، لكن الريتم المنتخب السعودي كان هايل، معاهم مدرب محترم. صحيح. هيرفي رينارد من المدربين الاكفاء، وشفناه في القاره الافريقيه ومش غريب علينا. برضو المنتخب السعودي من المنتخبات اللي ان شاء الله باذن الله. هو قال على مباراه امس، مباراه السعوديه والمكسيك، قال احنا ما جيناش الماتش ده. هو اتكلم قال ان حارس المرمى يعني لولا كان النتيجه كانت تبقى اكبر من كده بكتير، لكن في جميع الاحوال ممكن يكون في بعض الاخطاء. كنا نتمنى المنتخب السعوديه يصعد، وخصوصا بعد الامل اللي اداهولنا بعد فوزه على المنتخب الارجنتيني، لكن للاسف كانت نقمه ما كانتش نعمه. الناس كلها فرحت، وخصوصا في السعوديه بلغوا كتير جدا في الفرحه. حدث تاريخي، لكن احتفل بيه بعد كاس العالم او بعد الصعود، لكن للاسف احتفلوا بيه بدري جدا. فده انا شايف ان هو اثر كتير جدا على لعيبه المنتخب السعودي، اثر عليهم كمان فنيا في الملعب. يعني انا شايف ان النقطه الفاصله في عدم صعود السعوديه هو مباراه بولندا.